سلام يا شباب، يا رب تكونوا بخير. أنا عطية شحادة، رحال فلسطيني سوري جديد باستكشاف العالم. اليوم عندنا قصة جديدة، لأول رحلاتي لإسبانيا. حنروح برشلونة، أرض الإبداع والجمال والعمارة الحلوة والناس الحلوة والشواطئ الجميلة والمواصلات يلي مو سهلة إلا شوي. رحلة ما كنت متخيل إني أعملها حتى لو بالأحلام، من زيارة كنيسة إلها 141 سنة عم تتعمر ولهلأ ما خلصت، وزيارة الساحات وشوفت المدينة من المرتفعات، وزيارة معرض الكامب ناو يلي بملعب برشلونة، وزيارة أقدم سوق بالمدينة، وشوفت أجواء المدينة الليلية. خليني ما أكتر حكي وأبلش. خليكم معنا ولا تنسونا من اللايك والمتابعة. هاي ترحيب الاسبانيين البرشلونيين بالذات فينا بالعربي. كاتبين مرحبا بالعكس. هلا قبل ما نبلش الجولة بالمدينة بدنا نروح نخلص من التهمة اللي معانا، الشنكاي. شي بيكسر الظهر اروح احطها بالمكان اللي حجزت فيه. والله طلعت من فرنسا الدنيا ثلج، برد كان الجو. وصلت على برشلونة الدنيا شوب، ما بصدق ايمتى افوت على الاوتيل. هلا وصلت على الاوتيل، هذا اول مكان رح ننام فيه اليوم. واخيرا اجى وقت الراحة شوي بدنا نرتاح. هلا دخلت الشامبر تبعي، محل بدي انام فيه. والله روعة، هو سكن مثل صاير سكن شبابي، 6 أسرة بس ما في حدا تقريبا لهلا. حتى الإطلالة فنية للمكان. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. ولليوم الأول نحن في برشلونة. يا صباح الخير من قلب مدينة برشلونة. خلينا نشتري تذاكر قطار ونمشي مع بعض. وهلا بعد ما اشترينا تذاكر القطار رح نوصل على سجرادا فاميليا ونصور هناك. سجرادا فاميليا صار لها عم تنبنى 141 سنة. اللي أنشأ المخطط تبعها اسمه أنطوني غاودي. يعني تشكيل فني، الأبنية تبعها بتحسها كأنه مثل الشمع صايرين. فالسبب الأساسي اللي خلى الكنيسة توقف اللي هو أنه مات غاودي عام 1926. فهذا السبب خلى الكنيسة يوقفوا بنائها لفترة 16 سنة. وبعد 16 سنة صار في حرب أهلية كمان في إسبانيا، وبسبب الحرب الأهلية مات 20 واحد من اللي كانوا يعاونوا غاودي بعمار الكنيسة. وسبب ثاني كمان انه حرقوا بالحرب الاهليه، حرقوا المخططات تبع الكنيسه، فضلوا بالفتره الاخيره يجمعوا المخططات تبع الكنيسه لحتى قدروا يعمروها. هلا وصلت لهذا الشكل الحالي اللي هي عليه. ما بنعرف ايمتى يخلص، على اساس انه راح يخلصوا في 27 26 هيك الحكي. رحت اتمشى حوالين الكنيسه، مليانه ناس، مليانه. شوف العالم، مليانة ناس، شيء مو طبيعي. شوف البني آدمين. هلا وصلت عند البناء المعماري الثاني اسمه كازاباتلو. هذا هو وراي. تصميم البناء مختلف عن الأبنية الثانية. حتى بكل شوارع برشلونة وانت عم تتمشى تشوف التكاسي الصفراء والسوداء مليانة، تحسوا انه رمز للمدينة. بنفس الشارع اللي فيه البناء المعماري اللي اسمه كازاباتلو بنروح بنوصل عند ساحة كاتالونيا. هاي الساحة مشهورة في برشلونة، نروح نصور فيها هناك. هلا بنروح بنشوفها. وهلا بدنا نروح لنواحي شط البحر، نجرب نركب التلفريك، نشوف البحر والشط تبع برشلونة بالتلفريك.
شبكة الحافلات في برشلونة ضخمة، يعني حتى بس شفتها على خريطة جوجل يعني بتضوع بتتوه فيها. والله هلا اشترينا التذكرة عشان طلع بالتلفريك غالية، ذهاب وعودة شي 20 يورو، وذهاب فقط 12 يورو. هلا اشترينا وحدة، خلينا نطلع وبنرجع بالباصات. هلا عم نستنى لحتى يجي الاسانسير، خلينا نطلع. ولا هنا عم نستنى لحتى يجي التلفريك لحتى نطلع. هلا خلصنا رحلة التلفريك، وصلنا العالي، طلعنا لفوق حتى نشوف برشلونة من فوق. صدقا برشلونة من فوق غير برشلونة من تحت، يعني بتشوف برشلونة من فوق الجمال، الطبيعة، الخضار، البحر، كله مع بعض هيك خليط مرتب وحلو. واخيرا نحن في قلب الكامب ناو، الملعب الذي كان يسطر ويكتب فيه التاريخ بأقلام من ذهب. تاريخ كرة القدم كان يكتب فيه بأقلام من ذهب، بس يا أخي بدون ميسي، بدون ميسي، برشلونة بدون ميسي. هاي الشباب عم بيلعبوا بدهم يفوتوا جوال. الملابس. يا أخي أنت في الكامب ناو. وهلا جولة بسيطة في متجر نادي برشلونة، وهي صورة ميسي افتتاحية. وهلا وصلنا محطة المترو اللي بدها تاخذنا لعند السوق الشعبي القديم اسمه لابوكريا. رح نروح على السوق الشعبي، يعني حتى محطة المترو ما شاء الله حلوة ومرتبة مريحة للنظر يعني. هلا رح نروح على السوق الشعبي ونصور بالسوق. ديروا بالكم بأول السوق في شباب بيكونوا واقفين هيك بيمدوا ايدهم ليسلموا عليك، هاي دير بالك منهم هدول، ما بعرف شو بيساووا يعني، بس يعني مو ظابطين. اغلب الناس ما بتقرب عليهم، يعني اذا قربت عليهم بجوز ياخذوا منك شيء، يسحبوك لشيء، ما بنعرف. طبعا بدنا ننسى بالسوق نشتري كمان عصير برتقال طيب، تقريبا 2 يورو 2 يورو ونص، غلي عن زمان شي يورو ونص تقريبا، كان زمان شي يورو. وهلا نحن جوات الحي القوطي، احد اقدم الاحياء الموجوده في برشلونه. الحي القوطي من أحلى شوارع برشلونة، بيرجع للعصور الرومانية والقرون الوسطى. حتى الحي كان بالعصور الوسطى مركز ديني وتجاري. حتى حب اللاعب ميسي تلاقيه موجود لهلأ بهذا الحي. وداخل الحي بتلاقي كرتدائية قوطية، هاي كرتدائية برشلونة، ترجع للقرن 13، فيها تفاصيل حلوة، فيها ساحة حواليها حلوة كتير. حتى شكل الأبنية الملونة بالحي عاطية جمالية للمكان،
عن جد المشي بالحي القوطي تخليك تشوف جمال من نوع تاني في برشلونة. حتى حلاوة الشارع الأضوية اللي فيه وانت ماشي، الأضوية بتحسها هيك مختلطة مع الحي. وبس نزل الليل صار لبرشلونة شكل تاني خلاها تصير أحلى وأحلى. هلا وصلنا عند نواحي شط البحر اللي في إسبانيا. عم تمطر الدنيا بس عاملين أجواء تحفة. حتى الأماكن اللي قريبة من البحر معمول فيها أسواق شعبية حلوة كتير. وأنا ماشي عند الشط عاملين ملاهي وما ملاهي، فعاملين سيرك للعالم. هذا هو السيرك، يمكن فته مرة واحدة بحياتي السيرك. قاعد يطلع شغلات من طمه ويطلع شغلات من الطاقية وشو يعرفني. وهون بنكون خلصنا فيديو برشلونة. بتمنى يكون الفيديو نال إعجابكم. كنت حابب إني أنهي الفيديو في برشلونة في الليل، لكن للأسف الكاميرا فضيت مني شحن فاضطريت إني أنهي الفيديو بعدين. بتمنى يكون نال إعجابكم، ولا تنسونا من اللايك والمتابعة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء والأحباب، ودامت الأفراح في دياركم العامرة. سلام.